السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في عالم السلام. في الفيديو ده هنتكلم عن أساسيات مهمة في المجال، حاجات هتتسأل عنها في الانترفيو، وحاجات هتلاقي نفسك بتسمعها في كورس أو تدريب، وحاجات هتشوفها عملي وتتعامل معها في الشغل. فالنهاردة هتاخد مني نظرة عامة تخليك تدخل المجال وانت واثق من نفسك وعارف الدنيا مبدئيا ماشية ازاي. هنتكلم عن 6 حاجات: المصطلحات الأساسية، القوانين والتشريعات، الأدوات والمعدات، الهيكل الإداري، المستندات والسجلات، وثقافة السلام. ما تنساش السبسكرايب واللايك الجميل، ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة المصطلحات الأساسية اللي هي لغة المجال. أي مجال ليه لغته. اللي بيشتغل في السلامة لازم يبقى حافظ وفاهم مصطلحات زي هازارد، الخطر، أي حاجة ممكن تسبب ضرر، مادة كيميائية، سلك مكشوف، أرضية زلقة. ريسك، المخاطرة، ودي معناها احتمالية وقوع الضرر وهل هي عالية ولا منخفضة. كنترول ميجرز، وسائل التحكم، يعني انت هتعمل ايه عشان تقلل المخاطر دي. بي بي اي، مهمات الوقاية الشخصية زي الخوذة، النظارة، الجوانتي، السيفتي شوز وغيرها كتير على حسب احتياج الشغل. نير ميس، حادث كاد أن يقع، وده بيكون موقف عدى بسلام لكن لو تكرر ممكن يبقى كارثة. انسيدنت واكسيدنت، الأول اللي هو انسيدنت ممكن يكون بسيط أو محصلش فيه ضرر. التاني اللي هو اكسيدنت بيكون حصل فيه إصابة أو تلف. ليه الكلام ده مهم؟ لأنك لما تيجي تكتب تقرير أو توجه عامل أو تقدم توصية لازم تكون بتتكلم بلغة السلام. اللي مش فاهم المصطلحات دي بيبقى زيه زي اللي رايح اجتماع بلغة مش فاهمها. رقم 2 معانا هي القوانين والتشريعات، ودي القواعد اللي بتحكم شغلك. مفيش حاجة في السلامة بتمشي بالعشوائية، في قوانين بتحدد حقوق العامل وبتلزم صاحب العمل. يعني مثلا قانون العمل المصري بيلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة. لوائح وزارة القوى العاملة بتنظم إجراءات التفتيش والبلاغات والتدريب. يعني لو اشتغلت في شركة مقاولات أو مصنع أو حتى مستشفى لازم تعرف الشركة دي ماشية على أي معيار. مثلا لو أنت بتشتغل في شركة ملتزمة بالأيزو يبقى لازم كل إجراء يتوثق ولازم كل شخص يتم تدريبه. الموضوع مش قانوني بس، ده مهني كمان، علشان معرفتك بالقوانين بتخليك تتكلم بثقة قدام الإدارة، تشرح للعمال حقوقهم، تبقى دايما فاهم القوانين. رقم 3، الأدوات والمعدات، لأن شغلك مش مكتبي بس، السلامة مش ورق بس، أنت بتتحرك، بتفحص وبتنقذ أحيانا. تعرف أن العامل اللي بينظف خزان ممكن يموت لو ملبسش كمامة مناسبة. اللي بيشتغل في مكان فيه غازات لازم يكون معاه جهاز كشف الغازات. في معدات أساسية: بي بي إي، خوذة، نظارة، كمامة، جوانتي، حذاء أمان، أجهزة كشف الغازات، وطفايات، إنذار حريق، كواشف حرارة، سيفتي هارنس لو في شغل مرتفعات، أدوات التفتيش والفحص. مهم تكون عارف تفرق بين نوع خوذة البناء العادية وخوذة الشغل الكهربي، إن في نظارات مخصوصة للحماية من الليزر وفي غيرها للغبار. إن الطفاية لها أنواع: بودرة، ثاني أكسيد الكربون، ورغوية وغيرها. أنت مش بس بتوزع الأدوات، أنت مسؤول عن حالتها وصلاحيتها وطريقة استخدامها. رقم 4، الهيكل الإداري والتنظيم، وده هنعرف منه مين المسؤول عن إيه. مفيش نظام ناجح من غير توزيع أدوار. كل منظمة لازم يكون فيها مسؤول سلامة رئيسي HSE مانجر، وده بيحط السياسة العامة وبيخطط ويتابع التقارير. مشرفين ميدانيين سيفتي أوفيسر، ودول بينزلوا الموقع بيشوفوا المشاكل وبيكتبوا تقارير. إدارة عليا، ودي لازم تكون مؤمنة بأهمية السلامة وتوفر دعم حقيقي. الموظفين والعمال دول اللي لازم يلتزموا ويبلغوا عن المخاطر. نقطة مهمة: نجاح نظام السلامة بيساوي التزام كل فرد بدوره. يعني سلامة العامل مش مسؤولية المشرف بس، ولا قرار المدير لوحده، هي شراكة بين الكل. لازم الإدارة تدعم والعامل يلتزم والمشرف يراقب. رقم 5، المستندات والسجلات، يعني لازم كل خطوة تتوثق. الورق هنا بيحميك لو حصلت كارثة أو حاجة بيتسأل عنها. فين التقارير التفتيش؟ فين تدريب العمال؟ فين تصريح العمل؟ تعال أقول لك أهم المستندات: ريسك أسسمنت، تقييم المخاطر، سجلات التفتيش الدوري، ورك بيرميتس، تصريح العمل. وتصريح العمل دي بالذات مهمة جدا، ركز عليها.
اللي هي زي العمل في الأماكن المغلقة، العمل على ارتفاعات، أعمال كهربائية، تقارير الحوادث والحالات الخطرة، سجلات تدريب العاملين، خطة الإخلاء والطوارئ. آخر حاجة معنا رقم 6، ثقافة السلامة، ودي هي الجو العام اللي بيتبني جوا المكان. ده الجزء اللي ما بيتكتبش بس بيتحس، زي الفرق بين شركتين، واحدة العامل فيها بيلبس الخوذة عشان خايف من الخصم، والتانية العامل فيها بيلبس الخوذة لأنه خايف على نفسه. لازم تبقى عارف إن الثقافة دي بتتبني من التوعية المستمرة، القدوة من المشرفين، الرد الفوري على البلاغات، المكافآت عند الالتزام، الإنصات لأي عامل عنده ملاحظة. أنت كفرد في المنظومة دورك مش بس تطبق، دورك تغير المفهوم، وده بيعتمد بشكل كبير بعد الدراسة المتقنة على شخصيتك والمهارات اللي عندك. فدايما طور نفسك مهنيا وشخصيا. الخلاصة يا شباب إن نظام السلامة مش حاجة معقدة، لكنه منظومة متكاملة بتشتغل مع بعض. فافهم لغتك اللي هي المصطلحات، والتزم بالقوانين، واعرف أدواتك، وافهم إيه دورك في الهيكل، ووثق كل حاجة، وانشر ثقافة السلام. ابدأ من هنا خطوة خطوة، هتلاقي نفسك مش بس تشتغل في المجال لكن كمان تتفوق فيه. لو الفيديو ده فادك شاركه مع حد لسه بيبدأ في المجال، واكتب لي في تعليق ايه اكتر مكون شايف انه بيضيع في الشركات، وايه اللي هتبدأ تطور فيه نفسك. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واستناني في الفيديو الجاي بإذن الله.